احلى حاجه برضو هنا في النمسا اللي احنا هنقبض الشهر ده الدبل. الناس اللي متعرفش، اللي احنا هنا في النمسا بنقبض 14 شهر. الدولة الوحيدة في أوروبا اللي بتقبض 14 شهر هي النمسا. صباح الخير يا شباب، وحشتوني جدا. النهاردة أول يوم ننزل فيه التلج زي ما انتم شايفين، وأنا متحمس جدا النهاردة اللي أنا أنزل. فرايح الجيم، قلت أخدكم معايا كده، ومعايا لبس الجيم، التيشيرت والفوطة، معايا طبعا الهاند شو للعجلة، وكوتش الجيم الإزازة اللي أحط فيها مية. فيلا بينا نشوف الأجواء اللي برا دي. درجة حرارة -1. وانتم شايفين البيوت كلها على تلج، الشجر برضو. في عربية برضو اهي مغطية كلها بالتلج. نقعد نستنى الشهرين دول عشان ناخد فيهم الدبل. اللي عايز بقى يشتري لابتوب، اللي عايز يسافر، اللي عايز يعمل اي حاجة. هنا في اوروبا الصراحة بيحترموا العجل جدا، يعني بيعملوا لنا طريق. لو انت تحب العجل تقدر كل يوم كده تروح الشغل بتاعك بالعجلة، تروح الجامعة براحتك يعني. أول مرة ألاقي مكان العجل فاضي لأن فيه تلج. نبدأ أول حاجة شيست بنش بريس. خلصت أول حاجة بالبار، هدخل دلوقتي برضو بالدمبل. دلوقتي هندخل على رابع تمرينة، ودي آخر حاجة هلعبها النهاردة. بعد كده هلعب كارديو. إحساس يا جماعة جميل جدا لما تخلص تمرين تحس إن أنت مبسوط. الإحساس ده مش هعرفه غير الناس اللي بتتمرن، فالحمد لله الواحد بينزل يتمرن. فدلوقتي أنا راجع البيت، هاخد شاور واكل حاجة كده بسيطة. بعد كده هطلع على الشغل. عندي شغل النهاردة الساعة 3:30. الناس هنا بتحترم إشارة المرور أوي، يعني إشارة حمرا بتاعت العجل لازم تقف تستنى لحد ما تبقى خضرا. الناس اللي هي متعرفنيش، أنا اسمي مصطفى منصور، بقدم محتوى عن الدراسة في النمسا. فأنت لو احتجت أي حاجة ممكن تبعتلي. لو عجبك الفيديو برضه متنساش تعمل لايك. فإن شاء الله الفترة اللي جاية نبدأ ننزل، بس هنروح مدينة جراتس هنصور فيها شوية عشان اقابل صحابي هناك. فلو انتوا عايزين برضو اروح مدينة تانية نصور فيها، نروح الجامعة، نروح برضو سكن الطلبة، فانتوا برضو اكتبولي في الكومنت. ده جبل اللي قدامنا عليه تلج، ولسه ده في اول يوم. لسه داخل البيت الحمد لله. فهاخد شاور، باكل قميص، بعد كده هطلع على الشغل على طول. بجد يعني الغربة بتعلم الواحد كل حاجة. أنا كنت في مصر ولا بكوي ولا بغسل ولا بعمل أي حاجة، هتيجي هنا هتعمل كل حاجة بنفسك، هتصحي نفسك، هتروح الشغل تعبان، اتصرف. دلوقتي أنا نزلت رايح الشغل، لسه الاشتغال صنبان هيجي بعد دقيقتين، جو ساعة. بس أوريكم في الحلقة الجديدة دي. Lobach-Siedlung Ost. دلوقتي ركبت الاشتغال صنبان وطلع على الشغل، إن شاء الله ربع ساعة واصل كده. يبقى خلصنا الفلوج بتاع النهاردة. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ونشوفكم إن شاء الله فيديو جديد.